هنرجع تاني لمصر القديمة. كل ما نحاول نجيب الموضوع من أوله بيرجعنا لمصر القديمة. موضوعنا النهاردة هو جزئين. أول جزء دلع على الآخر. أول ناس اهتموا بشكلهم ونظافتهم كانوا المصريين القدماء. اخترعوا الكريمات لترطيب البشرة والزيوت للجسم والشعر وحتى العطور والمكياج وأدوات إزالة الشعر كمان. والجزء التاني هو الطب والأدوية. الحاجتين دول بيرجعوا لمصر القديمة. المهم إنه النهاردة في مصر في عائلة مصرية جدا مكملة المسيرة دي، وهي عائلة الدكتور رياض أرمانيوس. ابنه دكتور منير كمل مسيرة والده، والنهارده أحفاده لسه مكملين. الجيل الثالث من عائلة أرمانيوس هم اللي ورا إمبراطورية إيفا جروب اللي بتضم مصنع إيفا كوزماتكس لمستحضرات التجميل وإيفا فارما لصناعة الأدوية. أنا مبسوط إن أنا بصور مع حضرتك النهارده، وبالصدفة عرفت إن إيفا كوزماتكس بقالهم 50 سنة. 50 سنة يا داوود، 50 سنة. قصة ورا كل منتج، قصة في كل بيت مصري، وخرجت من كل بيت مصري وطلعت للمنطقة وطلعت لأوروبا ببداية جميلة. سنة 72 بدأها والدي دكتور منير أرمانيوس. بداية صغيرة جدا، ابتدت من صيدلية في الموسكي بتعمل كل التركيبات اللي كان السوق محتاجها في الوقت ده، لأن الوقت ده كان السوق المنتجات المتاحة فيه قليلة جدا جدا. بتتعمل في الصيدلية وتتوزع عن طريقه وعن طريق أعمدة حقيقي كافحت وشاركت في النجاح ده، ومن حظنا إن هما لسه موجودين معانا النهاردة. وفي مدخل مصنع إيفا كوزماتكس دليل على بداية الرحلة الطويلة اللي بنت الإمبراطورية دي النهاردة. ومن هنا كانت البداية، وبالتحديد 1972 والدي دكتور منير أرمانيوس بدأ بالمكنة دي، وبالمكنة دي بالذات بمنتجين 2، سبوتليس إيفا وكريم إيفا بالجليسرين، اللي هم لسه موجودين وبيتصدروا السوق لغاية النهاردة. كان بيشوف كل المنتجات اللي مش متوافرة إيه في السوق، لأن ساعتها كان قليل المنتجات اللي في السوق المصري المتوافرة، وكان بيعملها وبيوزعها حوالين الصيدلية. كان ساعتها الفريق قوامه 3 أشخاص، لكن بدأنا بالعلم وبدأنا بالبحث. بما إنه هو كان صيدلي كان دايماً معتمد على العلم، ودايماً معتمد على البحث، ودايماً معتمد على المكونات الطبيعية اللي مع العلم تطلع منتج وتطلع فورمولا أو تركيبة مناسبة للمشكلة اللي احنا بنحلها أو للاحتياج الموجود. طيب دلوقتي حضرتك قلت لي إن الحكاية بدأت ب4 أشخاص وكانوا بيعملوا منتجين بس. دلوقتي انتوا وصلتوا كام تقريبا وبتعملوا كام منتج؟ من منتجين وصلنا 300، ومن 4 أشخاص احنا النهاردة 2000 شخص ورا قصة نجاح كل منتج. مش بس متصدرين السوق المصري، ولكن احنا في المنطقة وفي 21 دولة بين دول عربية ودول أوروبية. حقيقي نقدر نوصف نفسينا بالالتزام، التزام في الجودة، التزام في التطوير، التزام في معايير الصناعة، في معايير التقنية. رحلة ال 300 منتج دول بيبدأوا كلهم هنا في مخزن المواد الخام اللي أغلبها جاي من مصر، وبعد فحص المواد الخام بأحدث الطرق المعتمدة عالمياً بندخل على أول مرحلة في التصنيع، الخلط. أول خطوة خالص في عملية التصنيع، عايز أعرف إيه اللي بيحصل في المكنة بالظبط وإزاي بتحصل عملية الخلط. الخلط هنا بيعتمد احنا عاوزين نطلع أي نوع من المستحضرات. المكنة بتتحكم في كذا حاجة. أول حاجة نوع مستحضر، هل أنا عاوز أعمل كريمة ولا جل ولا سيرم ولا زيت ولا أي نوع من السوائل الأخرى. طيب تقريباً عملية الخلط بتاخد وقت قد إيه؟ ده بيختلف على نوع المستحضر. في كريمات بتاخد 3 ساعات، في كريمات بتاخد 5 ساعات. الشامبو من أكتر الحاجات اللي بتاخد وقت. ده بيختلف بين كل مستحضر والتاني. حضرتك قلت المكنة هنا بتعمل خلطة للكريم والجل وحاجات مختلفة، فهل بيحصل أي إجراء بين كل منتج والتاني ولا بيبقى اليوم كله كريم مثلاً أو اليوم كله جل؟ طبعاً عشان المكنة تكون جاهزة للخلط ونحط تيكت الأوكي بالنسبة لنا، بيحصل لها غسيل بطرق معينة، وبنحلل المية بتاعة المكنة من جوه. المكنة من جوه بعد ما بيتم كل عملية الغسيل، ودي اللي بيتيح لنا فرصة إنه ننقل من منتج للتاني.